السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صل على النبي. عليه الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وبصحة وسلامة كده. طبعا انا فتحت تطبيق ريد بول اهوت، تمام. أنا عايز يعني، في ناس بتسأل على طريقة الدفع وازاي اعمل مثلا الخاصية بتاعة الباقات والكلام ده، برضه هنتكلموا عليه. بص، اولا كلمة اشحن الان ديت لو انا عايز اشحن رصيد، تمام. الشحن الالكتروني ده، تمام، انا بشحن عن طريق الفيزا اللي معايا. طبعا ما فيش اي حد هنا معهوش حساب في البنك، اللي هو الكارت اللي هو بتاع البنك اللي بيبقى مكتوب عليه الرقم والاسم بتاعك، وبيبقى مكتوب يعني ايه تفاصيلها، تبقى باينه. يعني مثلا انا عايز اشحن الرقم ده دلوقتي، اشحن له 20 ريال مثلا، هضغط هنا 20 او ادخل المبلغ. يعني ممكن احط مثلا ايه 5 ريال مثلا، تمام. بس هو بيقول لك اقل قيمه للشحن هي 20 ريال، تمام. فخلينا ايه، فايه 20 ريال. انا اعمل متابعه، تمام. ظهر لي طبعا الشحن الالكتروني الى رقم انا، تمام، واسمي، وطبعا ظاهر الحاجات تحت دي. طبعًا 20 ريال، وبعد كده هتضيف القيمة المضافة بتاعتها، اللي هو تقريبًا مش عارف، ممكن 2 ريال ونُص أو 3 ريال تقريبًا، 23، 3 ريال. اشحن الآن، هتضغط اشحن الآن، تمام. هيدخّلك على الصفحة اللي بعدها، ثواني. تمام يا جماعة، أنتوا هتحطوا رقم البطاقة، اللي هو الرقم اللي هو بيبقى الكبير خالص ده، اللي هو 14 رقم تقريبًا أو 15، وبعد كده الاسم اللي مكتوب على البطاقة بتاعة المدى اللي بتبقى ماسكها أنت بإيدك، او اي بطاقه ائتمانيه او اي حاجه من اللي معاك ان انت بتحاسب بيها الكاشير او بتعمل بيها اي حاجه دي. وبعد كده بتحط تاريخ الانتهاء اللي هو بتاع، بتبدا مثلا بتكتب مثلا هو هيتنتهي 9 2025، بتبقى مكتوبه 09. انت بتكتب بس 09، وهو بيجي عامل شرطه مايله كده، وبعد كده يعمل لك ايه 25، وتكتب رقم 25 بس. والرقم السر اللي خلف البطاقه ده اللي هو اللي ورا 3 ارقام، بيبقوا 3 ارقام جنب بتاع كده مشطوب عليها كده سنه بسيطه، وجنب منها 3 ارقام بالظبط، ده الرقم السري. بعد كده تضغط على ادفع، تمام. طبعا انا مش هيدفع لي ولا يعمل لي حاجه غير لما ايه اكتب الارقام دي كلها. طبعا انا ما بشحنش بقالي فتره في ريد بول، ووقف الخط اصلا مش مشغله غير مكالمات بس، وجايب خط موبايل تاني، تمام. ومش مشغله غير اللي هو ايه مكالمات فقط ريد بول، لان باقه المكالمات فيه رخيص عن اي رقم تاني يعني. المهم انت هتجيلك رساله على التليفون، هتعملها تقول اوكي يعني هتحط الكود وخلاص، بيجي لك ان هو خلاص دفعت. بتدخل انت دلوقتي، دي طريقه الشحن. طب احنا دلوقتي عايزين نجدد الباقه، في هنا تجديد الباقه. خلينا نعمل الرئيسيه، في هنا تجديد الباقه. انا كنت مثلا على باقه 160 اللي هي كانت ب 92 قبل ما يرفعوا السعر بتاعها ويخربوا. هعمل جدد اهيت. هيقول لي هل انت متاكد ان انت عايز تجدد باقه 160 مقابل 160 ريال؟ طبعا بقول له جدد. بياخد ال 160 ريال بالظبط. طبعا الرساله بيجي لي الرقم، بحط الرقم وباجي فاتح واحط بقى بعد كده ايه، اصبروا بس دقيقه هتيجي عشان تظهر قدام منكم اهو. هتجيلي الرساله اهيت اهوت: عزيزي العميل، هات الرقم كام؟ 1127، تمام. 1127، 1127، تمام. هيدخلنا على القصة دي. طبعا 184 مع الضريبة، يا ولاد الذين 184 مع الضريبة، سعر الباقة 160 ريال، الرصيد المتوفر صفر. زي ما انتم شايفين خلاص. يبقى انا هعمل متابعة. دخلنا على المتابعة، هيعمل ايه بقى؟ هيدخلني على موضوع البطاقة. يقول لي حط بقى البيانات بتاعتك والكلام ده. طبعا انتوا عرفتوا القصه خلاص. خلاص يا جماعه، عايزين تغير الباقه بتاعتك، تضغط على 950، ترن عليهم تقول لهم غير الباقه. يا اما انت بتنزل تحت وبتغير في الباقات بتاعتك، او بتعمل. صل على عليه النبي. الصلاه والسلام. هتدخل على الباقات اهيت والاضافات اهيت، المكالمات، البيانات، التجوال مثلا. البيانات عندك هيظهر لك طبعا الشبكه سيئه، الله يسامحها دلوقتي. احنا عندنا باقات اهيت، باقات مزاجي مثلا، دي اللي انا مشترك عليها دلوقتي. طب انا عايز اضيف باقة تانية. انا بضيف اللي هي باقة المكالمات المحلية بس، ده دي 10 ريال. خلينا نكتشف العروض. في عروض عندهم: مجانا داتا السوشيال لا محدود لمدة يوم واحد، اشحن الآن ب10 ريال واحصل على داتا السوشيال لا محدود مجانا لمدة يوم واحد. طبعا ايه يعني، ما حد يعني مش حاسس ان يعني كل واحد وايه ودنيته. خلينا نطلع من هنا، هندخل المتجر، هنختار الباقات اللي احنا عايزينها. في باقات مستوفية للدفع 60 ريال اهي، في ب 80 ريال. انت اختار زي ما انت عايز بقى. دي بقى انت بص تصفح ولف واعمل اللي انت عايز تعمله.
تمام. بالنسبه للناس اللي عندها المشكله برضه بتاعه ان لما بيتصل عليها حد ما بيظهرلهوش ان المكالمه دلوقتي قدر انتظار ويظهر له مشغول، وعايز يفعل كده الانتظار وما بيلاقيش ان الاعدادات دي موجوده في موبايله بيعمل اعدادات وبرضه الخط فيه المشكله. ريد بول هي فعلا فيها المشكله دي، بتتصل على 950 وبتحل المشكله، بيعمل لك على طول انتظار المكالمات يفعلها لك. تمام، لان في ناس كتير مش متفاعله عندها. بس يا جماعه مفيش اكتر من كده. لو في حد عايز حاجه تانية، واسف على الاطاله. السلام عليكم.